لحظة، بلنتي ضيع هدف في الدقيقة 61 والمصيبة تصير في الدقيقة 90+2. منتخب مالي كان يحلم ببداية نارية في كأس أفريقيا، بس زامبيا قالت لهم حامض على بوزكم. تخيلوا الوضع، ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، الأجواء مولعة ومنتخب مالي داخل بقوة يبي ياخذ أول 3 نقاط بالبطولة. الشوط الأول مالي جاهم بلنتي، الجمهور كله واقف، الحارس متوتر واللاعب يشوت وضاعت. يا ساتر، وش ذا الحظ؟ بس مالي ما هان عليهم، في الدقيقة 61 لاسين سينايكو قال بس حاد هذا وقتي، جول! مالي 1-0 زامبيا. الجماهير قامت ترقص واللاعبين فلوها والمدرب يقول في نفسه خلاص ال3 نقاط في المخبة. بس اصبروا، زامبيا كان عندهم راي ثاني. الدقيقة 90 الحكم عطى دقيقتين وقت بدل ضايع، المباراة بتخلص وشي ما يصدق، بات سنداكا يطلع لك فجأة ويسجل التعادل 1-1. والحين وش صار؟ المغرب متصدر المجموعة ب3 نقاط، ومالي وزامبيا كل واحد عنده نقطة، وجزر القمر آخر شيء. بس اسمعوا هالخبر، خصم المغرب الجاي هو نفسه منتخب مالي يوم الجمعة الجاية في ملعب الأمير مولاي عبد الله الساعة 9 بالليل. تتوقعون المغرب بيحافظ على الصدارة ولا مالي بتنتقم منهم على اللي صار؟ الحماس توا ما خلص، الأكشن الحقيقي بالطريق. اشتركوا بالقناة الحين عشان ما تطوفكم تغطيتنا الحصرية لمباراة المغرب ومالي، وكتبوا لنا في الكومنتات من بيفوز يوم الجمعة. ننشوفكم باكر مع أخبار وقصص جديدة أقوى. مع السلامة.